البقعة هذيك أنا نحبها وناسي، أما أثرت فيا. اللي سوفنير نتاعك تعملوا خلاعة في الصيف، في نابل، في البحر، في الكل، هذوكم الكل مؤكد أثروا في مرحلة طفولتك وفي شبابك. معناها اليوم هك البنية اللي مرت من المدرسة ثم للمعهد، معناها أنت اليوم هالبنية اللي تجيها أمها وهي في المدرسة وهي كانت امرأة مضخمة، بعتلي في المعهد كيفاش وليت؟ من ذكرياتي أكثر في الطفولة اللي أثرت فيا في المكتب. يعني كان أنا نربط خدمتي توا شنو اللي أثر فيها اللي أنا عملي أنا صغيرة قراونا الخياطة والطريزة والصناعات اليدوية كانت والبيانو. لازم فما إضافة مش مرتبطة بالقراية ولا بالمات ولا بالفيزيك. هذيك خلتني عندي شوية غرام بالصناعات اليدوية. تترك يعني ما أقولكش أنا قعدت نمارس فيه، أما يدي تحركت وأنا صغيرة وأنا نمس في الإبرة ونطرز ونجرب في الخياطة وتعلم أعمل إبرة، يعني أعمل قفلة وأعمل عطفة. وحتى في العائلة، عائلتي كلها يا واحدة تعمل كروشيه، يا تعمل تريكو، يا يخيطوا. يعني أمي كانت عندها محل متاع ملابس جاهزة، يعني نمشي معاها للمعامل متاع الخياطة. بالنسبة لي هذيك قعد في الذاكرة، قعد مخزن. مع أني دخلت للجامعة وبعد عملت فينانس وعالم المال عالم رجالي أكثر صحيح. وبعد دخلت أخدم في بنك عالم رجالي أكثر. بعد البروموسيون إيموبيليير مع الباعثين العقاريين، يعني نكون مرأة في ميدان البعث العقاري تتذكر يعرفوها على خاطر ما فماش برشا. بعد مشيت ورجعت نهار عملت فصل كامل مع كل اللي قريته واللي خدمته، ورجعت لغرامي تاع الصغر. خرج هذيك علاش مرة حاضرين أنا وياك في كونفيرانس قلت الانتربرونور كان ما عندوش الصوت الداخلي اللي يبدأ ما يخليش يرقد لا ليل لا نهار وهو يذكر فيه بالباسيون تاعو، ما يعملش كل مشروع. على خاطر احنا دخول ميدان الأعمال والمشاريع حاجة ياسر صعيبة. ما يلطفها كان الغرام، ما يخليك تكمل وتتحملك الصعوبات هذيك وتثابر وتشد الصحيح وكما قلت تدق البيبان وتتسكر في وجهك وتعمل وتخسر وتستثمر وتنسى. هذيك الكل راهم فيهم كسر خواطر اللي يخلي أي عبد ماهوش مغروم ماهوش شدد الصحيح في ساعة يبطل يقف يشترط ثنية. والحق ما نتمناش لحد إنه يدخل في طريق ولا في مشروع لا يخسر ولا يقف يشترط ثنية، هذا نوع من الخسارة كان أنت تتراجع. نتمنى لأي واحد يعمل مشروع يكمل فيه. باش تعملك المشروع وتكمل الآخر يلزم فما الصوت ما يخليكش تقف. والصوت هذا مازال موجود وحتى كي نقع بدا باش يسكت. علاش شفما علاش ساكت؟ نفهم اللي أنا يا لازم نخرج كوليكسيون جديدة، يا لازم نخرج سوق جديدة، ندخل سوق جديد، لازم نجدد في اللي أنا نعمل فيه. علاش أنا الحق نعمل في حاجة أنا فرحانة بها وما اكتشفت اللي هذه الحاجة اللي أنا تفرحني والخدمة اللي نحب نخدمها كان بعد مدة راهو. على خاطر الواحد ما يعرفش روحه. مشكل احنا من اللي احنا نقراو يطلبونا في الاورينتاسيون باش نعملوا اعمل اللي تحب عليه، لكن انا ما نعرفش 18 و17 و20 سنه بعد ساعات ما نعرفش شنو اللي نحب، شنو شفت في الحياه انا ولا شنو مارست باش نعرف شنو نحب. ما نجم نختار الا ما نكون مارست لما قارنت شنو شفت في حياتي. والمشكل زاده احنا المجتمع نتاعنا الوالدين ما يأطروش الاولاد، الوالدين يأطروا أولادهم على حسب خبرتهم. كانوا طبيب ماذا بيه ولده يطلع طبيب، كانوا محامي ماذا بيه محامي باش يكمل وراه. ديما دون لسبري دو لا كونتينيتي الوالدين يأثروا على أولادهم ويحبوهم يعملوا نفس الشيء. أول حاجة باسكو سون دون لور زون دو كونفور اي ils maîtrisent لو سيكتور، وثاني حاجة يحبوهم يكملوا مسيرتهم. لكن الاختيارات ما تكونش بأخذ عين الاعتبار شخصيتك الصغير هذاك
لا ما يشوفوش الصغير شنو هو انت طبعه. الفينانس شنو اللي هزك الفينانس؟ على خاطر بابا بنكاجي سهله ياسر. يعني انا لم اكن مختلفه ولا والدي كان مختلف على المجتمع التونسي. هو بنكاجي بالنسبه لي بنت اسمها تقرا فينانس تدخل تخدم في بنكه سهله. ما كانش عندي حتى الوقت للتفكير. النهار اللي انت خذيت فيه القرار باش تغادر، شنو كانت ردود الفعل؟ معناها عباد يقولوا حد عنده ستاتيو هكا وفي بنكة وفجأة يقول اللي هو ما عادش مثلا باش يولي بنكاجي ولا ما عادش باش معناها باش يخرج من الوظيفة مرة واحدة. لا وكنت كادر يعني في فونكسيون باهية في البنكة، مش في بنكة باهية وفي نيفو باهي، وقررت باش نخرج. أول حاجة واللي هي فاجأتني أكثر إنسان شجعني وما حكمش عليا هو الوالد. كنت نتوقع مش يرفض رفضا تام ويقول لي كيفاش بعد اللي وصلت له. لا هاك جربت، مقتنعة اللي انت باش تخرج خذ قرارك وخذ الريسك وغامر. وبيان سور ما فما حتى حد مش تكون انت كادر سوبيريور في بنك ويقوم تخرج ويقول لك اي يعطيك الصحة خرجت. طبعا لا، هالريسك اللي تاخذ فيه في مش تلقاها انت شهرية هذيك والناس مرتاحة وانت مرتاحة عليه. زون دو كونفور، زون دو كونفور خرجك منها. وين خرجت على خاطر خلاص الإطار هذاك ما عادش نجم نزيد نعيش فيه، مع إني عملت خبرة حلوة فيها وتعرفت على ناس وتعلمت الخدمة. وكانت أصعب حاجة بالنسبة لي كي خرجت من البنكة ملي نخرج من البيرو وندور ونقعد على الكرسي الحريف. خاطر كي تبدا قاعد ورا بيرو والناس تجي تطلب في كريدي وانت تصح لهم على الكريدي وتطلع هابط في الأوراق ولا يجيب لي الورقة هذيا ويجيب لي هذيا، انت في الناس تجي تقصدك